أيضا كان هناك قابلية لاشتعال هذه الفتنة التي جرى الحديث عنها في الإعلام وضخمت إلى حد أنها وصفت بأنها حرب للقبائل على قوات سوريا الديمقراطية، وتوسيعها بشكل أوسع بأنها حرب كردية عربية، رغم أن المؤشرات كانت تذهب باتجاه آخر بأن الاستقرار سيعود إلى المنطقة، وأن دير الزور التي بها عدد قرى شرقي الفرات أكثر من 120 قرية لم تشهد الأحداث سوى في قرى محدودة، هي 5 قرى كانت يعني هي إذا نحكي بمفهوم ابن خلدون العصبية كانت قريبة لأحمد الخبيل أبو خولة الذي قامت قوات سوريا الديمقراطية باعتقاله وعزله عن مهامه كأحد قادة مجلس دير الزور العسكري في 30 آب الماضي. وبناء عليه شهدت المنطقة، هذا يبدو لي أيضا أنه يعني انه شهدت المنطقه هذه الاضطرابات، لكن قسد قوات سوريا الديمقراطيه كانت امام هذا السيناريو، يعني لا مفر في حال عزل احمد الخبيل نظرا الى الوشائج الاجتماعيه والعلاقات العشائريه كانت ستواجه حركه اضطراب، لكن ما ساهم بصب الزيت على النار ربما كان الاعلام بشقيه، وهنا المفارقه، اعلام المعارضه من جهه، اطراف من المعارضه واعلام النظام، واعلام ايران من جهه، واعلام تركيا، اللذان اتفقا على نقطة واحدة، وهي تحطيم قدرات قوات سوريا الديمقراطية في بسط الاستقرار. لكن أثبتت الأيام أن قوات سوريا الديمقراطية قادرة على ضبط المنطقة مرة أخرى. لكن هذا يطرح أيضا جملة من الأسئلة، منها ما هي سياسات قوات سوريا الديمقراطية مستقبلا لإدارة المنطقة؟ ما هو التفكير فيما خص اليوم التالي؟ كيف ستتحول الأمور؟ هل يمكن قطع الطريق على الفتنة؟ هذه المسائل المجتمعة سنناقشها مع الشيخ رياض والأستاذ صالح مسلم. أبدأ مع الشيخ رياض إدرار، واليوم بهويته الفرعية أيضا كابن دير الزور. فتفضل شيخ رياض، ليش قامت الأحداث يعني ما بدي أتوجه بسؤال مباشر، يعني ليش قامت الأحداث بدير الزور؟ هل كان يمكن تلافي هذا الموضوع أم هو قدر لا بد منه؟ مساء الخير، تحياتي لكم جميعا. بالنسبة للأحداث الأخيرة في دير الزور، لازم نعرف في حالة نفسية موجودة عند أبناء دير الزور، سببها أنه العلاقات الموجودة حاليا لم تستكمل أسسها كمواضيع اجتماعية مشتركة، ويمكن أن يبنى عليها أسس حقيقية لإدارات ولمؤسسات ولتفاعل. طبعا احنا ما بدنا نتحدث عن بعض الخلفيات لهذا الحدث الأخير من ممارسات وخلفيات في العمل المشترك، لأنه لدينا في الجانب العسكري باسم مجلس دير الزور العسكري كثير من المخالفات، جاءتنا شكاوى كثيرة ونحن اشتكينا منها، وبالتالي أعتقد أنها كانت من الأسباب المؤججة للمشكلات. هناك أيضا ضيق اقتصادي يعاني منه الجميع، وهذا ينعكس عبر التصعيد الذي يأتي من الإعلام الخارجي، يمكن أن يعطي أيضا مزيد من الضغط الذي يوصل الناس إلى نوع من الاستعداد لأي حدث يمكن أن يستغل، وهذا ما حصل من خلال موضوع اعتقال أحمد الخبيث. بالنسبة لنا احنا أيضا لازم ننتبه أنه قبل الحدث كان هناك تصريحات وتصعيد إعلامي من أكثر من جهة، بدأت من حسن نصر الله إلى ناصر قنديل إلى لون الشبل إلى عمر رحمون إلى نواف البشير. هذه كلها كانت تصعيدات تجهيز لهذا العامل، وهي برأيي أيضا كلها استعداد مجتمع نتيجة لقاءات آستانا التي كانت تحرض على هذا النموذج باسم إخراج الأمريكي من المنطقة. وهذا ما حصل، النفوس مستعدة. أريد أن أركز على الحالة يعني النفسية للأشخاص الموجودين في المنطقة.
التركيبة العشائرية الموجودة بالمناسبة هي تركيبة بالأساس دينية سلفية منذ القديم. منطقة يعني شرق الفرات، نحن لدينا منطقة غربية وشرقية داخل مناطقنا. الشرقية منها أولا تحررت بشكل متأخر، لأنها تعلمون مسير التحرير أخذ مدى. اثنين، هؤلاء الأشخاص مبنيين بناء سلفي، لأن أغلب أبناء المنطقة يعيشون في الخليج. نحن نعرف تماما أنه لا يمكن أن نرى عدد الرجال إلا القليل قليل، أغلبهم يعيش في الخليج. وجاء منذ الثمانينات ونحن نعرف كمية الحجم السلفي في المنطقة. هذا الحجم السلفي في عام 2012 أصلا سبق داعش. تيار أهل السلف أو أهل الأثر خرج من هذه المنطقة، وهو أول تيار سلفي سبق النصرة وسبق داعش. وكان في بيانه الأول يقول بأننا نحن نعمل من أجل إقامة الخلافة الإسلامية ومحاربة الديمقراطية. وأنا أذكر في لقاء روما تحدثت للأصدقاء في أثناء اللقاء أنه انتبهوا من طالبان سوريا. طالبان سوريا أقصد هنا الذين رفعوا هذا الشعار من تيار أهل الأثر وأقاموا مشروعا قتاليا منذ البداية تحت هذا الاسم. هذا كان بمواجهة النظام، ولكن أنا أقصد الخلفية السلفية الدينية التي استثمرت فيها النصرة واستثمر فيها داعش فيما بعد، وبقي بقاياها. كما ترون عندما تحررت المنطقة لازلنا نتحدث في لقاءات، هم أيضا استفادوا من جانب الحرية الموجود والممنوح لهذه المنطقة، لأن ما رأوه يختلف تماما عن كل المناطق من حرية حركة، حرية تعامل، حرية تحدث. وهذا موجود في حراك المنطقة. أعتقد بين أثره في لقاءات حول مسألة المناهج، وصعدوا كثيرا حول خلفية فكر أهل المنطقة وخلفياتهم الدينية، وأن هذا المشروع القادم تحت اسم المناهج يؤثر عليهم. أنا فقط أريد أن أصل من هذه المقدمة إلى أن هناك تحضيرات نفسية قابلة للتأجيج في أي وقت يلزمها عود ثقاب، وهذا ما حصل الآن. لدينا أيضا عدد من المثقفين عقليتهم ما زالت تتحدث بطريقة الكردي والعربي والعنصرية الخفية التي يتحدث فيها البعض. وأنا كشخص يعني ما أعرف إذا الناس تتابع، قد عانيت كثيرا من أبناء منطقتي، أبناء دير الزور، من شكل العلاقة التي أقيمت وأنا أنشدها من أجل وحدة سوريا في المستقبل، علاقة أبناء سوريا المشتركة فيما بينهم كردا وعربا وسريان آشوريين وأرمن وسريان، وكل هؤلاء الأشخاص الذين يعيشون في هذه المنطقة أو هذه الشعوب يجب أن تعيش مستوى مختلف تماما من غير الأفكار التي جاءتنا، وهي أفكار عنصرية راكمها في نفوسنا حزب البعث عبر مسيرته التاريخية في تفريق أبناء الشعب السوري. يعني هذه وجهة نظري الأولى كمقدمات لهذا الحدث الذي جرى، وبالتالي بقية الأمور معروفة للجميع. أشكرك جزيل الشكر شيخ رياض. أتوجه للأستاذ صالح مسلم أيضا عن الشرط الإقليمي في التعبئة والدعاية التي حصلت في منطقة فيما خص أحداث دير الزور. يعني كان هناك شكل من أشكال التعبئة غير المسبوقة. فجأة ظهر العديد من المثقفين اليساريين والعلمانيين وسواهم وحتى ليبراليين، وبعض منهم كان أيضا يدعي الزمالة مع مجلس سوريا الديمقراطية أو الصداقة مع مجلس سوريا الديمقراطية. فجأة انحاز إلى دعم حرب قبلية دون الحديث في الحوار. يعني الكل توجه من خلال التعبئة باتجاه العمل العسكري المباشر ضد قوات سوريا الديمقراطية دون حساب أي حساب لدماء أبناء دير الزور، وكأن دماء أبناء دير الزور هي فائضة عن الحاجة بالنسبة لبعض السوريين. بالمقابل أيضا كان هناك دعاية يقودها النظام بقوة، من ذلك ما قاله وزير الخارجية السوري فيصل المقداد بأنه يؤيد
جهود العشائر في القضاء على قوات سوريا أو في محاربة قوات سوريا الديمقراطية. نفس الموقف تماما، وهذا يدعو إلى الغرابة. يعني كان وزير خارجية تركيا أيضا أدلى بتصريح يدعو فيه الولايات المتحدة لمراجعة موقفها وتحالفها مع قوات سوريا الديمقراطية، وأيدت تركيا بشكل مباشر يعني العشائر، يعني وهو افتراض انه في عشائر متماسكه كامله عم تحارب قوات سوريا الديمقراطيه، لكن الدعايه جرت في هذا المجال. ايضا المعارضات السوريه ابدت شيء، يعني الكثير من المعارضات منها الائتلاف ابدى شيء من الدعم المبالغ فيه. لم يبدي هذا الدعم عندما حدثت مشكلة بين قبيلة الجبور والنظام السوري في الحسكة مثلا، لكنها كانت متشددة جدا ومتفائلة جدا بحدوث اقتتال لا تحمد عقباها في منطقة دير الزور. أيضا جبهة النصرة تحركت باتجاه منبج باسم العشائر، تحركت أيضا الفصائل التابعة لتركيا، الفصائل السورية المسلحة التابعة لتركيا في منطقة تل تمر ومنبج وعين عيسى، أيضا تحت ستار عشائري. إذا النغمة العشائرية التي انطلقت أستاذ صالح، هل يمكن للأطراف الإقليمية أن تستمر في يعني التعبئة في هذا الاتجاه، أم أن الأحداث يعني بعد أن انطفأت ولو بشكل نسبي في دير الزور وانتهت وبسطت قصد استقرار سيطرتها على المنطقة مرة أخرى، هل ستنتهي هذه النغمة؟ يمكن الحديث عن الشرط الإقليمي من قبلك، تفضل أستاذ صالح. قبل كل شيء تحياتي لجميع المتابعين والمشاركين. تفضل شيخنا الشيخ رياض ضرار عن العوامل الذاتية والعوامل الداخلية، وأنتم تسألون عن العوامل الخارجية. العوامل الخارجية التي تحدثتم عنها هي لم تكن وليدة الصدفة أو وليدة يوم واحد أو وقت قصير، وإنما بدأت مع قرارات أستانا في شهر أيار، أستانا رقم 20، عندما قرروا القضاء، يعني كان بندهم الأول القضاء على الإدارة الذاتية الديمقراطية في سبيل تهيئة الأجواء لمغادرة التحالف الدولي. هذا كان قرارهم الرئيسي في ذلك البيان. وطبعا المشاركين في أستانا كان 4 أطراف، هي طبعا معروفة للجميع: النظام السوري، تركيا، إيران، وروسيا. ومنذ ذلك الوقت بدأوا بالتحضير، يعني قبل 4 أشهر نحن نعلم بتحركات هيئة تحرير الشام التي هي طبعا جبهة النصرة، عندما جلب الأتراك قسما منهم تحت أسماء مختلفة، وحتى غيروا ملابسهم وما إلى ذلك، زيهم وجلبوهم ووضعوهم في مناطق رأس العين وتل أبيض وجرابلس وعزاز وما إلى ذلك، يعني جابوهم أتوا بهم إلى مناطق الحدود. في ذلك الوقت قالوا أن هيئة التحرير الشام تتمدد إلى عفرين وما إلى ذلك، بينما الحقيقة هي أنهم تمددوا إلى رأس العين، وكل ذلك كان تحضيرا لما يجري. ونحن ندري باللقاءات الاستخباراتية التي تجري بين النظام السوري وتركيا، حيث اعترف الطرفان بأن هذه الاتصالات لم تنقطع، والهدف الرئيسي هو طبعا للقضاء على هذا المشروع الذي ينزعج منه الجميع. يعني نحن ندعو إلى أخوة الشعوب، ندعو إلى العيش المشترك، ندعو إلى الديمقراطية، وحققنا نموذج هنا يمكن أن يكون مثالا لكل سوريا، للحل السوري وحتى لكل المنطقة. ولهذا هم متفقون على القضاء على هذا البرنامج، وجرى الإعداد له. يبدو أنهم كانوا متواصلين، لأنه من اليوم الأول أو حتى من اليوم الثالث من الأحداث لما بدأت بعد قضية القبيل، بدأنا نسمع باسم قيادة قوات العشائر. هذه أول تسمية، لم تكن هناك قيادة عشائر لم تكن لديها جنود ولا لديها ميليشيا وما إلى ذلك. وكل حتى الذين كانوا يتطلعون إلى بعض شو اسمه، يعني بعض القوى
كانوا مشاركين في قوات سوريا الديمقراطية، وحتى قبلها كانوا مشاركين في جبهة النصرة، كانوا كذا، ولكن ليس باسم عشائرهم. يعني أحرار الشرقية مثلا، كانوا أحرار الشرقية بنعرف أنهم كانوا جزءا من داعش، ثم أعلنوا عنهم كتنظيم إرهابي، والآن هم موجودون في تركيا، في المناطق المحتلة من قبل تركيا، ويواصلون عملهم من هناك. وكذلك هيئة تحرير الشام وجبهة النصرة. يعني لم نسمع بأي قيادة بقيادة قوات العشائرية إلا في هذه المعمعة التي ظهرت. ولهذا كانت الاستعدادات موجودة. ويبدو أنهم، لأن كان هناك خلاف، يعني مثل ما تفضل الشيخ رياض، كان هناك شكاوي كثيرة من أحمد الخبل أبو خولة. ونحن ندرك، نحن نعيش هذه الأجواء ونعيش هذه الظروف. والخبل كانت هناك شكاوي كثيرة وصل إلى ارتكاب الجرائم، قتل الناس. كانت شكاوي، وهذه الشكاوي كانت تصل إلى قسد، إلى أن اجتمعت قيادة قسد ومجلس المجلس العسكري في دير الزور، وقرروا إبعاده عن مهامه وجرى توقيفه. ويبدو أن أبو خولة كانت لديه اتصالات مع الطرف الآخر، مع النظام السوري، وهذا ما كشفت عنه قسد لبعض الأطراف. يعني كانت لديه تواصل معه ومع جماعة الإيرانيين نواف البشير وما إلى ذلك. عندما ظهرت هذه الأحداث، طبعا أبو خولة ما لم يسكت. إخوانه ظهروا ودعوا إلى هذه النعرة الكردية العربية، وأن القبائل يجب أن لا تسكت، لأنه كان بصدد إنشاء إمارة، ونحن كنا نعلم بجهوده التي بذلها في سبيل تأسيس هذه، وجولته على جميع العشائر العربية. عندما ذهب إلى الشمر نحن أدركنا، قالوا لنا أنه ينوي كذا وكذا، وكذلك العقيدات حتى قالوا لنا أنه ينوي كذا وكذا، وكذلك الجبور وما إلى ذلك. يعني كان بصدد إنشاء إمارة، وحدثت بينهم خلافات، ونحن كنا ندرك بعد النقاشات التي تدور بينهم. ولهذا عندما يعني تزعزعت العلاقة وشعر الخبيل بأن هذا الأمر سيجري، أجرى اتصالاته من الطرف الآخر، من الدفاع الوطني الموجود في الضفة الأخرى من الفرات، وكذلك مع نواف البشير من الطرف الآخر. أحدهم طبعا يقيم الحسينيات في تلك المناطق، والآخر معروف الدفاع الوطني. يعني لديه بعض الأقارب حتى في تركيا، هم موجودون ضمن الجيش الوطني، يعني مجلس الجيش الوطني. هناك أقارب له، أقارب للهبل، إبراهيم الهبل الذي كان على تواصل معهم، نسقوا فيما بينهم ليقوموا بما فيه. ولهذا يعني طبعا جرى ما جرى يعني. ولكن هناك شيء آخر أود التطرق إليه، وهو أننا نسعى، يعني هدفنا هو تأسيس مجتمع سياسي أخلاقي. ربما نحن كحزب الاتحاد الديمقراطي ورفاقنا الذين عملوا هنا، ويمكن أن يوجه النقد إلينا بأننا لم نستطع تحقيق ما نريده بدرجة كفاية. لو كان المجتمع سياسيا وأخلاقيا لما ظهر إلى هذا المنحى، ولما وجد هؤلاء أن يقوموا بما فيه. ونحن لم ننقطع عن العشائر، نحن لدينا تواصل حتى اليوم أيضا. كان لنا تواصل مع هؤلاء وجهاء العشائر، شيوخ العشائر، نتواصل معهم، نتكلم معهم بشكل يومي ماذا يجري. كلهم غير راضين عما يجري. طبعا هذا لا يعفو الأخطاء التي صارت، والأخطاء التي صارت في دير الزور التي أشار إليها الشيخ ضرار أيضا، هي كانت أغلبها ناجمة عن المجلس دير الزور العسكري الذي كان يمنع أي شيء، وحتى بما فيه حاول منع نشاطنا كحزب سياسي لأجل توعية المجتمع، حاول منع نشاطنا هناك.
كانوا يتدخلون في كل شيء. أعوان أحمد الخضير وأبو خولة كانوا يمنعون يضايقون الخناق على رفاقنا، يقول لهم إن حزب الاتحاد الديمقراطي هو حزب كردي، لماذا تنتمون إليه ولماذا تقيمون العلاقات مع حزب الاتحاد الديمقراطي؟ هذه العرقلة نحن وجدناها وشفناها. ولهذا هو ليس طبعا من باب اللوم أو كذا، ولكن بمثابة أننا لم نستطع أن نخلق الجماهير التي نسعى إليها، يعني مجتمع سياسي أخلاقي بحيث أنه يكون له رؤية سياسية يستطيع أن يتحكم بالأحداث ويفهمها. لم نستطع، وهذا نقد لنا يعني كحزب سياسي. وحتى حزب سوريا المستقبل الذي يعمل هناك أيضا يجب أن توجه إليه هذه الانتقادات. كيف تترك هؤلاء الشعب، هؤلاء الناس؟ وكما أشار الشيخ أيضا بأن السلفيين، تيار السلفي الذي نحاربه، الذي يدعو إلى العبودية، الذي يدعو إلى يعني الإنسان يخرج الإنسان من إنسانيته، وقد عانت البشرية كل منها. هذه التيارات لا زالت موجودة هناك. وطبعا من جملة ما ارتكبه مجلس هؤلاء الأعضاء الأربعة بما فيهم طبعا أبو خولة، الذين كانوا ضمن مجلس دير الزور العسكري، كانوا يتغاضون عما يقوم به داعش. يعني داعش كان نشيطا. ربما جميعكم سمعتم بالاغتيالات التي تتم بشكل يومي ضد قوات سوريا الديمقراطية، ضد الموظفين، ضد أي عامل في أي مؤسسة من مؤسسات الإدارة الذاتية، وكان يتغاضى عنها القبيل. يعني كان يحاول هو بشكل أو بآخر يسكت عليها أو لا يحاربهم، حتى أن بعضهم كانوا يعني على تواصل مباشر مع هؤلاء. ولهذا من أحد الاتهامات التي جاءت عليه، قل أحد القضايا التي يجب أن يحقق فيها كيف تساهله مع هؤلاء الإرهابيين. ولهذا طبعا الأمور معقدة. نحن وجدنا ما وجدنا، ولكن في النهاية أعتقد أن العقلاء هم الذين انتصروا، وهم الذين الآن حققوا. أول يوم باتت المنطقة كلها طبعا يعني القوات سوريا الديمقراطية هي الموجودة في الميدان، ولكن هذا لا يمنع بأن تكون هناك بعض الخلايا داعش التي لا زالت مقيمة هناك، أو السلفيين الجدد، أو تحت أسماء مختلفة. هذه ستتواصل. وحتى اليوم ربما هذه المعلومة جديدة عليكم. جاء وجهاء الرقة، قبائل الرقة جاءت إلى قوات سوريا الديمقراطية، قيادة قوات الديمقراطية، واجتمعوا بالرفيق مظلوم عبدي، وهو وعدهم بالصفح عن هؤلاء، وحتى قال يمكننا أن نلتقي بإبراهيم الهذل أيضا إذا رغب في ذلك. ولهذا نحن طبعا نتناول المسألة بشكل آخر، وربما يكون وعدهم بأن يكون هناك مؤتمر لجميع الشخصيات والوجهاء والشيوخ في المنطقة لأهل دير الزور، لكي يقرروا ماذا يتطلعون إليه. يعني يكون هناك مؤتمر لأهل دير الزور لينتخبوا المجلس المدني الذي سيحكم دير الزور، وكذلك المجلس العسكري، أن يتم بمشاورة هؤلاء المشايخ كي لا يفسح المجال أمام أمثال أبو خولة أو هؤلاء المندسين الذين يلعبون بقدر الشعوب. كما نعلم جميعا طبعا هو كانت ظروف إلى 2019 عندما تحررت دير الزور من آخر معاقل داعش، كان الخبيل ضمن قوات سوريا الديمقراطية قسد كان يكافح. ولهذا هو من بقايا تلك الفترة، وربما أصابه الغرور أو أي شيء آخر لدرجة أنه أصبح لديه طموح بإنشاء إمارة زبيد كانوا سيسمونها نسبة إلى العشائر الزبيدية. أو ربما الشيخ رياض يعرف الأصول أكثر منا في هذا الموضوع. يعني كان بصدد إنشاء إمارة، وقد حدث خلاف بينه وبين العشائر، لأنه لا أحد يعترف بالخبيل
شيخ عشيرة أو كذا، هو فخذ من يعني ينتمي إلى فخذ من أفخاذ العقيدات، يسمونهم البكير. هؤلاء البكير ليسوا يعني قادة لقبائل كبيرة مثل العقيدات أو مثل الشمر أو حتى مثل الآخرين عن القبائل الأخرى الموجودة في المنطقة. ولهذا أعتقد أن بدت، ولكن هذا لا يمنع ما دامت هناك قوى متربصة من النظام ومن غيره. يعني العلاقات التي أقامها هؤلاء أغلبهم كانوا مع الأمن العسكري التابع للنظام السوري، ومن تركيا أيضا معلوم. هؤلاء أعتقد أن كلامهم كلها سيذهب سدى، لأن الشعب بدأ يفهم الحقيقة، يفهم ما هي. ولكن النقطة المهمة عندما تسأل أي واحد منهم الإدارة الذاتية هي مشروع قائم للتعايش أو للعيش المشترك بين هذه المكونات، أنتم ماذا مشروعكم؟ ماذا تنوون؟ يعني إذا لنفرض أنكم استطعتم تحطيم هذه الإدارة، ما هو مشروعكم البديل؟ لا أحد يستطيع أن يجاوب، لا أحد، لأن ليس هل سيجلبون النظام السوري؟ الشعب لا يقبل. هل سيقيمون خلافة داعشية؟ الشعب لن يرضى. ليس لهم مشروع ليقدموه للشعب، ولهذا أعتقد أن الشعب يجب أن يتساءل، يعني ما هو مشروعكم؟ أي واحد منهم، أي طرف عندما يتكلم في السياسة، ما هو مشروعكم؟ نحن مشروعنا معروف: أخوة الشعوب، الأمة الديمقراطية وما إلى ذلك. ولكن أنتم ما هو مشروعكم؟ لا أحد يستطيع أن يجاوب على هذا السؤال. ربما أطلت عليكم، أنا أعتذر. تفضل. ما في إطالة. جزيل الشكر أستاذ صالح على الإضاءة، على شرح المواقف والأحداث التي جرت، يعني ولو بشكل من التفصيل أيضا فيما خص قضية الخبيل وإبراهيم الهفل وسواها من لاعبين محليين قد يكون انتهى دورهم أو بدأ. لا نعلم، الأيام كفيلة بإظهار ذلك. لكن بدي توجه بناء على ذلك مع ضيفنا الآخر الأستاذ جوزيف لحدو. مساء الخير، عن حزب الاتحاد السورياني. وبدي أسأل من حيث انتهى الأستاذ صالح مسلم أنها مداخلته، يعني هل وصفة تآخي الشعوب ممكنة؟ يعني الكثير من الناس الذين كانوا يناصبون العداء لتجربة الإدارة الذاتية تحدثوا عن فوات هاي الوصفة وانتهائها، وعدم قدرة مفردات مثل أخوة الشعوب بأن تجد مكان لها، أو الأمة الديمقراطية، أو المساواة بين القوميات والشعوب. فجأة ظهرت نغمة مخيفة اللي هي كرد وعرب، ثنائيات. يعني هذا الأمر ممكن، خاصة اليوم القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية عبر تغريدة على برنامج إكس تويتر بيحكي عن يعني بيدعو وسائل التواصل الاجتماعي، مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي، إلى نبذ الكراهية والعنصرية والفتن. شو الممكن بهذا المجال أستاذ جوزيف، وأنت من حزب الاتحاد السورياني؟ اتفضل. يعني بالنسبة أول شيء كمان مرة ثانية أسعد الله مساءكم ومساء كل المشاهدين، باعتبار نحن انقطعنا فترة عن الاتصال ورجعنا ثاني مرة. بالنسبة لموضوع فكرة أخوة الشعوب، يعني هي ليس أنه عمل مصطنع، يعني الشعوب متصارعة ونحن سنجعلها متآخية. ليس الأمر كذلك أبدا. فكرة أخوة الشعوب هي الحياة الطبيعية التي تعيشها مكونات الشعب في منطقة بلاد الرافدين ميزوبوتاميا وسوريا بشكل طبيعي عبر آلاف السنوات، دون تدخل إيديولوجيات معينة لتجمعهم وتقول لهم تآخوا، أو دون وجود بالأصل أحزاب. الوضع الطبيعي في منطقتنا كان أخوة الشعوب بين كافة الشعوب الموجودة، وعندما كان يحصل صراع أحيانا بين نفس المكون كان يحصل صراع، وأحيانا كان يحصل تحالفات مع مكونات. وكانت أصلا فكرة الفيدرالية وفكرة الإدارات المحلية والذاتية
يعني نشأت في ميزوبوتاميا، في بلاد الرافدين، في منطقتنا في سوريا. يعني عندما نأتي إلى التاريخ يقول أنه مملكة ماري، مملكة مدينة. شو معناتها مملكة مدينة؟ يعني فيدرالية. فكانت هذه الأفكار بالأصل كانت موجودة وفي نسيج هذا الشعب. لكن في القرن العشرين ظهرت إيديولوجيات قومية أحادية، وهذه الإيديولوجيات القومية الأحادية تحولت إلى إيديولوجيات شوفينية، يعني معادية للقوميات الأخرى، مما أدى إلى محاولة زعزعة النسيج الذي تكون تاريخيا بين مكونات الشعب، فرضنا في منطقتنا أكرادا وعربا وسريان وغيرهم وأرمن وغيرهم. لكن هذه المحاولات وإن كانت قد أدت إلى الكثير من الجروحات العميقة، لكنها لم تتمكن من ضرب النسيج الاجتماعي الموجود وأخوة الشعوب الموجودة هي بالأصل طبيعيا بين مثلا الأكراد العرب متزوجين من بعض وعايشين مع بعض ومتداخلين مع بعض عبر التاريخ دون تدخل الأحزاب، ولم تكن الأحزاب أصلا موجودة في تلك الأحقاب التاريخية. السريان والأكراد العرب متداخلين مع بعضهم بقراهم بكذا عبر التاريخ، تحصل مشاكل أحيانا بيناتهم وأحيانا بين بعض وكذا، ويحلوها بالتوافق بالمصالحات فإذا فكرة أخوة الشعوب ليست نظرية فكرية، يعني واحد موجود بالجامعة واخترعها وبده يطبقها على الشعوب. هي عبارة عن العودة إلى الوضع الطبيعي، ما كان موجود لكن مع تحسينات إضافية عصرية حديثة لهذه الأخوة الموجودة وتمتين هذا النسيج الاجتماعي. ولذلك لا يوجد خوف أبدا على عدم نجاح أخوة الشعوب. أخوة الشعوب ناجحة، لكن الشعوب الموجودة، مكونات الشعب الموجودة يجب أن تنتبه وتكون حريصة، لأن هناك أعداء لمثل هذا العمل، إعادة تمتين أخوة الشعوب في هذه المنطقة، وبالتالي سيؤدي إلى نهضة المنطقة برمتها ونهضة كل قوميات وأثنيات المنطقة برمتها، وكل إنسان وكل مجموعة بشرية وكل مكون سيحصل على حريته بطريقة ديمقراطية شريفة صحيحة. وتجربة الإدارة الذاتية هي تجربة أولية من أجل تنفيذ هذا البرنامج. والإدارة الذاتية تحملت أعباء كبيرة جدا، يعني لا يعرفها إلا الذين عاشوا في الإدارة الذاتية. من هذه الأعباء أولا يعني طرح هذه الفكرة أخوة الشعوب كإيديولوجية، إيديولوجية أخوة الأمة الديمقراطية. فهذه أيضا تحتاج إلى عمل بين مكونات، ليس فقط بين الأكراد، بين العرب وبين السريان وبين كل مكونات الشعب، من أجل شرح هذه الفكرة. هذه ناحية. الناحية الثانية، خرجت المنطقة من حروب مدمرة، داعش وجبهة النصرة تم تدمير المؤسسات وتدمير البنية التحتية بشكل شامل، وجاءت الإدارة الذاتية. الإدارة الذاتية واقعة أمام مشروع ضخم من أجل إعادة البناء. طبعا هذا المشروع أكبر من إمكانيات الإدارة الذاتية، سواء من حيث الكوادر، سواء من حيث المادة، سواء من كل الأمور، والإدارة الذاتية محاصرة من كل الجهات. والكثير من الناس كانوا يعتقدون أن الإدارة الذاتية ستفشل في إدارة هذا الأمر، موضوع الخدمات. لكن الإدارة الذاتية نجحت إلى حد كبير إذا قسنا الأمر بالإمكانيات، وإذا قسنا الأمر بالأوضاع السياسية والحصار المفروض على الإدارة الذاتية والأعداء المتربصين بها من الداخل والخارج. فنستطيع أن نقول ما نفذ من الخدمات والإدارات ضمن هذا الزمن القصير، ضمن هذه الإمكانيات ليست القليلة الضحلة الموجودة عند الإدارة الذاتية، نستطيع أن نقول هي كانت جيدة. لكن هل كانت هذه الخدمات
كافية لتضميد الجروحات، كافية لأن تسد كل الخراب الذي حصل، كافية لأن تلبي كل الاحتياجات المستحدثة التي حصلت من الكهرباء ومن الخدمات كلها، من التربية ومن كل الأمور. لم تكن كافية، ولم يقل أحد في الإدارة الذاتية إنه قد قدم الخدمات الكافية أو لا يوجد أخطاء أثناء تنفيذ الأعمال. دائما في الإدارة الذاتية كنا نحن نرصد الأخطاء ونؤشر عليها ونعالج ما تمكن من المعالجة ونستمر فيها. لم نقل أبدا أنه لا توجد أخطاء في الإدارة الذاتية أثناء التنفيذ وأثناء العمل، ولم نقل أبدا لا توجد هناك نواقص. هناك نواقص لم تتمكن الإدارة الذاتية من تنفيذها إلى الآن، لكنها تعمل على تنفيذها. فإذا لا أحد يستطيع أن يتحجج بالنواقص الموجودة كأنها أخطاء ارتكبتها الإدارة الذاتية. النواقص ليست أخطاء ارتكبتها الإدارة الذاتية، هي أعمال لم تتمكن أن تصل إليها الإدارة الذاتية بإمكانياتها إلى الآن، لكنها تعمل للوصول إليها دون تحديد الآن التفاصيل. فإذا من يتربص بالإدارة الذاتية وبمكونات الشعب في عموم سوريا هو يضخم الأخطاء، يجعل النواقص أخطاء وهي ليست أخطاء، هي نواقص في الإمكانيات، يجعلها أخطاء ثم يضخمها ثم يبثها في قناة الحقد والضغينة والبغضاء وقناة الكراهية بين الشعوب، ويلبسها لحزب معين لمكون معين. فهذه الأمور كلها هي أعمال تخريبية في المجتمع، أعمال تخرب النسيج الاجتماعي، أعمال يعني تجعل أتعاب الآخرين تضيع. آلاف الشهداء استشهدوا، لا يمكن أن تضيع دماءهم. آلاف الناس عملوا، مئات محطات الكهرباء تم إصلاحها، مئات الشوارع تم تسفيتها، مئات الطرقات، مئات الجسور والعبارات اسمح لي. هذه الأمور وهذه الأتعاب يجب أن لا تذهب هباء منثورا، هي أعمال حقيقية على الأرض. يعني لا يجب أن نحكي فقط بالنواقص، يجب أن نجي أيضا أن نذكر ما تم تنفيذه في الإدارة الذاتية. الإدارة الذاتية ليست كتلة أخطاء، هي كتلة أعمال وإنجازات، لكن يوجد نواقص كثيرة، يوجد أستاذ جوزيف، إذا بتسمعني أستاذ جوزيف، جزيل الشكر، لكن بدنا نحاول نكثف نظرا لأنه الوقت عم ينفذ من بين إيدينا. لذلك بدي اضطر روح كمان لعند الشيخ رياض. أنت أثرت موضوع أستاذ جوزيف، ومن هون رح أبدأ مرة مع الشيخ رياض. يعني ممكن تقدم دفوعات عن الإدارة الذاتية الشيخ رياض، ممكن تقدم انتقادات كبيرة، لكن أحداث دير الزور التي جرت يعني قسمت تاريخ المنطقة الحالي إلى قسمين، قبل الأحداث وبعد الأحداث. هل هذا الشيء بتقديراتك وبحكم معرفتك للإدارة الذاتية ولقوات سوريا الديمقراطية ستدفع قسد الإدارة إلى إعادة التفكير في عدة مسائل، من بينها مثلا إعادة هيكلة مجلس دير الزور العسكري، يعني خلينا نقول الركون إلى نموذج للحكم الرشيد ينحاز أكثر إلى الفقراء. نحن عم نحكي عن منطقة بغض النظر إذا كانت أهواء الناس في لحظة ما تتحول إلى أهواء قبلية أو يتحولون في اليوم الموالي أو اليوم التالي عفوا إلى ناس تبحث عن عمل، عن فرصة لتحسين حياتها. هل يمكن الذهاب في هذا الاتجاه، خاصة أنه سمعنا بادرة جيدة من قائد قوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي اليوم عن إعلانهم عن يعني عفو شامل أو عفو عام عن معتقلي الأحداث التي جرت في دير الزور، بما في ذلك التواصل والاتصال مع إبراهيم الهفل، الشيخ إبراهيم الهفل، ودعوته للعودة إلى دير الزور. داخل هذا الجو شيخ رياض، يعني الناس في دير الزور أيضا، أنت تحدثت عن الوضع المادي الصعب، الحياة المعيشية الصعبة للسوريين. كان المفكر الفلسطيني
الأمريكي حنا بطاطو بيقول بكتابه فلاحو سوريا، بيذكر على لسان أحد الفلاحين الفقراء المدقعين، بيحكي إنه نحن الذين يعني ما عدنا بالقاع ود ولا بالسماء نجمة، يعني لا نمتلك شجرة على الأرض ولا نجمة لنا في السماء. يعني هذا التعبير يمكن يوصف أنه تعبير شاعري، لكن حقيقة الأمر هالناس المدقعين بحاجة إلى حكم رشيد، سيطرة حقيقية للمجالس المدنية وليس للمجالس العسكرية. العسكري يجب أن يلتزم بحدوده، لا يتدخل في شؤون المدنيين. هذه الانتهاكات التي حدثت في دورة أبو خولل يجب أن لا تعاد مرة أخرى. هل هذا الشيء ممكن؟ هل هناك كلام في هذا السياق أستاذ شيخ رياض؟ هل في مناقشاتك مثلا ولو بشكل ودي أو بشكل رسمي داخل مجلس سوريا الديمقراطية مع أصدقائك وزملائك في الإدارة الذاتية، مع من تتواصل معهم في قوات سوريا الديمقراطية؟ هل هناك هذا الجو؟ يا ريت نحكي شوي عن الطبقات التي تستحق الدعم، عن تطوير حياة الناس، عن الازدهار، الإنماء. خاصة اليوم كمان كان في بتغريدته لجنرال مظلوم عم يحكي عن الاستقرار والإنماء، لكن بدون توضيح للخطط. تفضل شيخ رياض. نحكي عن الناس العاديين، نحكي عن بغض النظر عن اللاعبين الدوليين. افتح المايك بعد سنك. نعم، شكرا لك. يعني أنا أؤكد تماما أن الكلمة تكررت كثيرا لأصدقائنا ورفاقنا في المجلس الرئاسي عندما نجتمع، وفي كل المناطق التي تحدثنا فيها، أنه علينا أن ننتبه. نحن ثورة في لبوس مؤسسات دولة. يعني مناطق شمال وشرق سوريا هي مناطق الثورة الفعلية، لأنها استطاعت أن تتجاوز الشعارات والتلفيقات التي رأيناها باسم ثورة وثورة وشعارات كثيرة إلى التطبيق العملي لهذا المشروع التغييري الذي ننشده. لكن المشكلة لدينا عقلية وظيفية موجودة في المؤسسات التي نشأت، وهي من بقايا عقلية الدولة البعثية التي جاءت مرة أخرى، لأن أبنائنا هم أبنائنا، ولم نستطع حتى الآن أن نكنس ما زرع في العقول وفي النفوس حتى الآن. نحتاج إلى العقلية الثورية الحقيقية التي تستطيع أن تواجه الأحداث وتقوم بالتغييرات مباشرة ولا تسكت على الخطأ. هذه عقلية الثورة. أما الممارسات التي تعتمد العقلية الوظيفية فهي بالتأكيد سوف تكرس الأخطاء وتفاعلها، كما حصل في مجلس دير الزور العسكري، وهو حاصل في مؤسسات الإدارة الذاتية، وهو حاصل في عقليتنا السياسية في الأحزاب الموجودة. نحن لدينا أحزاب على سبيل المثال هي أحزاب جبهة وطنية، لا أسمع منهم بيانا حقيقيا يرفع شعارات فعلية من أجل تصحيح الأوضاع، كله قبلان بالواقع على أساس ما يمكن أن يحصل عليه من مكاسب خاصة. هذه مشكلة من المشاكل التي يجب أن نعترف فيها. الموظفين لدينا كثر حجم الفساد إلى درجة أننا بعد مؤتمر أبناء الجزيرة والفرات، وتشكلت لجنة من أجل متابعة فقرات وبنود هذا المؤتمر 16 بند من أجل إعادة التأسيس، وجدنا أن عدد الناس الفاسدين يعني بحجم أنا لم أكن أتوقعه، وبالتالي في مشكلة عندنا في تكريس الأخطاء بسبب العقلية الإدارية على مفهوم مؤسسات دولة مستقرة. هذه الدولة المستقرة لا تستطيع أن تنجز فواعلها الحقيقية إلا بوجود القانون، والقانون إذا فعل فالجميع تحت القانون، لا يوجد أحد فوق القانون. هذه مسألة أيضا نحتاج إلى تأكيدها في نفوس الناس. من هنا ما حصل في دير الزور يجب أن ينبهنا مرة أخرى إلى أولا إشاعة الجو السياسي الحقيقي في نفوس الناس. العقلية العشائرية التقليدية هي عقلية نخوة، عقلية هبة، عقلية فزعة، وهذا ما حصل بدون تفكير، مستعد أن يموت لمجرد أن يقال له يا ابن العم، وهذا ما رأيناه الآن. لكن أنا أؤكد أيضا من معرفتي شيوخ العشائر والقبائل أكثر عقلية من الناس العوام العاديين،
لذلك لا يندفعون في كثير الأحيان إلا بعض الأشخاص منهم من له مصلحة أو من يحاول أن يقيم مزايا خاصة له، وبالتالي يحاول أن يرفع أو يصعد من أوراقه يعني التي يطرحها ويطلب النخوة لها، وبالتالي ندخل في معارك يعني لا مبرر لها، مثل هذا الذي حصل في دير الزور. علينا الآن أن نستفيد. الدعوة إلى مؤتمر في دير الزور لأبناء دير الزور من أجل أن أولا يخرجوا من بينهم قياداتهم، لأنه لا تعين تعيين، ويمكن أن نفكر بطريقة أخرى. دير الزور فيها مناطق عقليتها القبلية ليست منسجمة باستمرار ودائما. نحن لدينا أولاد العم يختلفون على أرض يقتلون بعض، وهم جيران أولاد عم بنفس الأرض. لذلك لدينا مناطق تحتاج إلى حسن إدارة من أبنائها ذاتهم. عندنا غرب وعندنا شرق، وخاصة الذين تحررت مناطقهم متأخرة، هؤلاء لم ينسجموا مع مفهوم المشروع الذي تأسس منذ العام 2014. بالتالي وخاصة أيضا بعد تحرير مناطق دير الزور يحتاجون إلى إعادة إدارة للمناطق وتسليمها لأبنائهم حتى يدافعوا عنها ويواجهوا الدواعش الذين كانوا يمنعونهم في الفترة الماضية من المشاركة في إدارة ذاتية أو إدارة محلية أو مؤسسة ما، لأنهم تم تعيينهم بشكل أو بآخر، وبالتالي هؤلاء اعتبروا من المؤيدين لمشروع هم يعتبرونه مرفوض من قبلهم. عندما يتم تأسيس مؤتمر وإخراج أبنائه من خلاله إلى القيادات والمسؤوليات، أعتقد سيتحملون المسؤوليات ويواجهون كل الأحداث الجارية. ويجب تفعيل المنطق السياسي بإعطاء هذه المنطقة الحق والقدرة على تشكيل أحزاب سياسية، حزبين أو ثلاثة، لأنها سوف تنتشل الناس من العقلية التقليدية العشائرية التي تحكمهم، فلا تعود النخوة إلا للفاعل السياسي لأنه هناك هدف. أما في النخوة فقط من أجل يبني العم ويلحق به حيث يريد ويموت ربما بدون أي مبرر ولا يعرف لماذا مات. هذه مسألة نحتاج إلى التفكير فيها بعد أحداث دير الزور، ولذلك فعلا ما بعد هذه الأحداث ليس كما قبل. يجب أن نتعلم الدرس. وأعتقد أنا يعني عندما قال رفيقنا مظلوم أن هناك أمور كثيرة يجب أن نقوم بها الآن، يجب أن نقوم بها فعلا وبأسرع وقت، وأن نسابق الوقت والزمن، لأن الآخرين سوف يعملون من أجل استثمار فيما حدث وتأجيج الصراع مرة أخرى بشكل أو بآخر. جزيل الشكر شيخ رياض، وأنت أثرت نقطة مهمة أنا برأيي، مسألة المؤتمر، أن يصار إلى مؤتمر في دير الزور على أن يكون المؤتمر السيد نفسه، وما ينجم عنه يطبق على الأرض. يعني المؤتمرات هي مسألة مخيفة لجهة الدعوات والتنظيم ومقرراتها وما سينجم عنها، لكنها تبقى فكرة ملهمة. أعتقد ممكن أيضا أنه نشهد مؤتمر في دير الزور، خاصة مع حركة العفو التي ستجري خلال الساعات المقبلة، وقد تخفف من جراح أبناء دير الزور إلى حد بعيد. إلى ذلك أنا بدي استكمل النقاش مع الأستاذ صالح. دائما يعني بدنا نحاول نكثف، الوقت عم يداهمنا بصراحة، لكن إذا بدنا نحكي مع الأستاذ صالح، قررت قوات سوريا الديمقراطية النأي بنفسها عن مسار الصراع الأمريكي الإيراني في المنطقة. الآن نشهد حركة من قبل الولايات المتحدة لإطباق الحدود السورية العراقية في وجه إيران. في المقابل إيران ترى سوريا حقلها الاستراتيجي وجزء من امتدادها باتجاه البحر الأبيض المتوسط. داخل عملية التنافس هذه ظهرت مسألة دير الزور. بعض التحليلات تذهب في اتجاه أنه الصراع الخارجي هو الذي أفضى إلى تقوية الاضطرابات في المنطقة. هذا الكلام إلى حد ما قد يصدق أو لا يكون دقيق، لكن هناك شكل من أشكال التنافس. كيف ستقف قسم في ضد هذه الاصطفافات التي ظهرت حاليا؟
هناك بعض الشخصيات في منطقة دير الزور وفي مناطق أخرى حاولت التواصل مع التحالف وتقدم نفسها على أنه هي البديل المحتمل لمواجهة إيران. هناك بعض القبائل والشخصيات اتجهت باتجاه إيران وقدمت نفسها على أنه هي البديل التي تستطيع أن تحكم منطقة دير الزور وشرقي سوريا بشكل عام. إذا هناك أطراف تريد الاستفادة من هذه المسألة، في حين أن الموقف الوطني يحتم على السوريين أن يدعو إلى يعني أن لا تخوض الدول صراعاتها على أرضنا، وأن لا تدفع من دماء شعبنا، من دماء السوريين لصالح المصلحة الدولة الفلانية أو الفلانية. فهل مسألة النأي بالنفس ممكنة؟ هل بعد تهدئة الأوضاع سيصبح أمر واقع أنه لا أحد سيدخل أو يدخل مشكلاته إلى شمال شرق سوريا؟ هل هذا ممكن؟ إذا نحكي في هذا الاتجاه شوي أستاذ صالح، تفضل. طبعا نحن كحزب سياسي يعني نحن ربما نتابع أو ربما نسمع بعض الأمور العسكرية، ولكن لسنا بصدد أن نقرر بدلا عن قسد أو قوات سوريا الديمقراطية. ولكن طبعا لدينا رؤيتنا. قسد ما هي قسد؟ هي قوات موجودة، قوات حماية المجتمع، هي قوات دفاعية وليست قوات هجومية. وحسب المبدأ الذي نحن بصدده نعرفه، هم لم يعتدوا على أحد ولم يكونوا أداة لأحد، وتوافقهم مع التحالف الدولي كان لأجل المصلحة المشتركة، يعني لمحاربة الإرهاب، لمحاربة كذا. والآن في هذه الأزمة التي ظهرت، طبعا قوات التحالف الدولي اجتمعت مع قسد واجتمعت مع رؤساء العشائر ومشايخ العشائر وتواصلت معهم وقالوا بصريح العبارة: نحن مع قسد، أينما يتواجد قسد نحن سنكون هناك، ولن نكون في أي مكان لا يتواجد فيه قسد. هذا يعني أن هناك شيئا ما بينهم، يعني متفاهمون. والتحالف الدولي لديه علاقات مع قسد ليس الآن، وإنما لديه علاقات منذ 2015 إلى الآن، يعني 5 سنوات 8 سنوات، أكثر من 8 سنوات يعملون، وهناك ثقة متبادلة بينهم. ولكن هذا لا يعني أن قسد ستكون أداة في يعني لتنفيذ مشاريع ما. إذا كان هذا المشروع أو كذا، طبعا هذا مرتبط بقيادة قسد، ولا أعتقد أنه سيتحول إلى أداة لتنفيذ مآرب الآخرين ومشاريع الآخرين، اللهم إلا إذا كانت هناك طبعا تحتاج إلى مؤازرة، إلى تأييد، إلى كذا إلى كذا، هذا شيء آخر. ولكن ليس لأن التحالف الدولي يطالب بسد الحدود سيذهب إلى هناك ويحارب إيران ولا كذا. ولكن بالمقابل نرى أن إيران هي التي تعتدي علينا، يعني إيران هي التي أرسلت هؤلاء نواف البشير وجماعة نواف البشير وما إلى ذلك إلى الضفة الشرقية من دير الزور. يعني كرد فعل هذا لا يعني أن نقف إلى جانب، ولكن نحن لا نقبل بهذه السياسات. عندما لا نعتدي على الأحد نريد من الآخرين أن لا يعتدوا علينا أيضا. ولهذا أعتقد أن سياسة قسد هي لحماية المناطق ومصلحة الشعب السوري أينما تكون. سيكون هناك تعاون أو مؤازرة أو كذا. هذا من ناحية. الناحية الأخرى، الآن مثلا ما يحصل في السويداء مظاهرات ربما لضيق العيش، ربما ولو جاءت متأخرة، ولكن هناك شعب في شعبنا الدرزي الموجود هناك في السويداء يطالب بحقوقه السياسية وحتى حقوقه الخدمية وما إلى ذلك. لم يخرج أحد ولم ينبذ ببنت شفة، لا من النظام ولا من المعارضة ولا من تركيا ولا من كذا. هذا ماذا يعني؟ أنهم ما لا يتوافق معهم أو لا يكون في خدمتهم لا يستطيعون تأييده بل على العكس، نحن الذين أيدناهم. نحن كانت لدينا تواصل مع شعبنا من السويداء، ليس الآن وإنما من 2012. كانت لدينا لقاءات مع شيوخ العقل في تلك المناطق في سبيل الديمقراطية وما كذا.
جرت إعلانات كثيرة، وحتى في الهجمة التي شنها داعش على السويداء نحن أعربنا عن إذا كانت هناك يعني مجالات لكي نتعاون معهم، خاصة في سبيل فك الأسرى وما إلى ذلك، نحن مستعدون لتلبية مطالب شعبنا في السويداء. لماذا؟ لأنه نفس المشروع ونفس الفكرة، يعني تؤيد حقوق الشعب وما إلى ذلك. ولهذا نحن مرتبطون بشعبنا السوري ككل. عندما تتحين الفرصة لنخدمهم سنفعل، ولكن لسنا بصدد أن نكون أداة في أيدي الآخرين لتمرير سياسات معينة. نحن لسنا، هذه رؤيتنا السياسية وحسب معلوماتنا هذا ما نستطيع قوله بهذا الشأن. طبعا المنطقة كلها متلاطمة، ونحن اعتمدنا على شعبنا وعلى المكونات الموجودة وعلى قواتنا الذاتية وصمدنا إلى الآن، ولا نريد يعني باب الحوار طبعا تركناه مفتوحا مع جميع الأطراف بشرط أن يحترموننا ويقروا بوجودنا، وإلى الآن لم نحصل على النتيجة المطلوبة. ولهذا التحالف الدولي موجود لأجل مصالحه ونحن موجودون لمصالحنا، وعندما تتوافق مصالحنا لا على أساس أننا أداة في يد التحالف الدولي أو في يد أمريكا، تماما لدينا ثقة أو على الأقل احترام متبادل للآراء والرؤية. ونحن إلى الآن لم نتلقى أي شيء يعني تعليمات أو توجيهات من الائتلاف أو كذا. هناك تشاور، هذا الشيء آخر، ولكن كتعليمات أو على الأقل نتحول إلى أداة في أيديهم هذا لم يحصل أيضا ولن يحصل في المستقبل أيضا. يعني بمختصر مفيد نحن لن نحارب إيران في سبيل بطلب أمريكي، ولن نحارب النظام بطلب أمريكي، ولكن إذا اعتدوا علينا عندها سنضطر إلى الدفاع عن أنفسنا. دفاع عن النفس. هذا ما طيب نتمسك به. أستاذ صالح، كمان بدي أسألك فيما خص مبادرة الإدارة الذاتية التي طرحت في آذار فيما خص الحوار الوطني والحل السياسي، وقدمت الإدارة الذاتية بعض المسائل التي رآها بعض المراقبين أنها تنازلات في سبيل الوصول إلى حل سياسي، منها أو ما نسميها تنازلات، ممكن نسميها إغراءات لتسبيق الحل السياسي. من ذلك مثلا توفير مناطق موارد المنطقة واقتصادها ووضعه في خدمة بقية المناطق السورية. أين ستذهب هذه المبادرة بعد الأمور التي عصفت بدير الزور والتعبئة التي حصلت من قبل دمشق والائتلاف الموجود في اسطنبول؟ هل ستواصل الإدارة الذاتية الدعوة إلى الحل السياسي؟ هل ستبقى مصرة على مبادرتها، أم يعني بعد ما جرى من تعبئة فستعتمد الإدارة الذاتية على ردود الأفعال؟ يعني يا ريت نحكي عن المبادرة أيضا. دعني أقول لشرح المبادرة جاءت لفتح باب الحوار. يعني النقاط التي وردت فيها هي تمسكنا أو على الأقل تنير الطريق أمام الحوار، حوار جميع الأطراف. النقاط الرئيسية في حوارنا، لأن كثير من الأطراف الذين كنا نتعامل معهم والشيخ رياض ضرر يعرف بذلك جيدا لم يكونوا يعني لا يعرفون ماذا نريد نحن، ما هو وجهتنا، ما هي أفكارنا، ما هي رؤيتنا بالنسبة للحل. ولهذا نحن طرحنا هذا للنقاش، كل النقاط الواردة فيها للنقاش. لم نقل إننا نريد ثروات منذ البداية قلنا إنها جميع لملك الشعب السوري، ولكن كيف سيتم توزيعها، كيفية المناطق الأولوية وما إلى ذلك، هذا ما يجب يتم التوصل إليه من خلال الحوار. النقطة الأخرى مشان اللاجئين الذين في الخارج، العالم ينفق المليارات عليهم، تركيا تستفيد، تركيا لا تعطي شيئا لهؤلاء المهاجرين، وكذلك لبنان وكذلك الأردن، كلهم يعتاشون على هذه المسألة وتركوا هؤلاء اللاجئين بدون شيء. ولهذا نحن قلنا ما دام هؤلاء موجودون في تلك المعسكرات لنقيم لهم مخيمات في مناطقنا وليأتوا إلى هنا وسوية لنهتم بهم وكذا وما إلى ذلك، يعني جميع السبل. ولهذا أعتقد أن هذه المبادرة موجودة للنقاش عليها، ونحن منذ طرحها
نحاول نقاشها مع جميع الأطراف، ولكن هذا طبعا هناك تباينات. الجميع يعني ليس الحكومات طبعا تنظر إلى مصالحها، ولكن جميع القوى المهتمة بالشأن السوري، القوى الديمقراطية والمنظمات وما إلى ذلك، والأحزاب والجهات السياسية التي تريد الديمقراطية، كلهم قالوا إنها نقاط معقولة ويمكن النقاش عليها. ولهذا أعتقد إذا عقد أي مؤتمر أو أي شيء دولي يتبنى هذه الرؤية، عندها ستصبح أمرا واقعا، ونحن متمسكون فيها. لهذه النقطة أبين نقطة أخرى، وهي أننا لسنا منتقمين، لا نتطلع إلى الانتقام. أنت فعلت الخطأ الفلاني ويجب أن يكون انتقامي على الشكل الفلاني. نحن لا ننظر إلى المسائل بهذه النظرة. تراجعك عن الخطأ أو بأي وسيلة كانت أو بأي شيء، هذا يعني أنك يعني قادر على أن تصحح الأمور. يعني لا نريد تصعيد الأمور. مثلا ما جرى في دير الزور، الذين كانوا يؤيدون هؤلاء هم الأمن العسكري. الأمن العسكري تابع للسلطات السورية، للنظام السوري، ونحن لم نتهم الجميع وقلنا أن الأمن العسكري هو الذي فعل كذا كذا. بالنهاية يعني هو النظام السوري، ولكن يجب أن نفرق، لأن هناك من بين النظام السوري هناك من يفكر بعقلانية. نحن نريد كسب هؤلاء ولا نريد استعداءهم. الشيخ رياض يعرف نحن لدينا تواصل، فهو شخصيا لديه تواصل مع جميع هذه المعارضة، حتى هؤلاء الذين أصدروا البيانات. نحن لا ننظر إليهم بنظرة انتقامية، إننا سننتقم لأنك فعلت كذا وكذا، وعندما تتراجع عن خطأك يمكننا النقاش ويمكننا كذا. ولهذا نحن نحاول تجاوز هذه الأزمة التي مرت وتجاوزناها إلى درجة ما، ونحاول طبعا تصحيح الأمور. وإذا عاد الآخرون عن أخطائهم أعتقد أنهم يمكن أن يتحاوروا ويجدوا السبل إلى شيء ما يفيد الشعب السوري عامة ومناطقنا طبعا بشكل خاص. جزيل الشكر أستاذ صالح. أنا بدي يعني بدنا نختم، لكن بطبيعة الحال لازم نسمع الأستاذ جوزيف لحده كمان مرة. فيما خص الأحزاب السياسية والتشكيلات السياسية في شمال شرق سوريا، أستاذ جوزيف، يلاحظ أنه لا تظهر مبادرات من أجل حل الأزمات فيما خص مثلا الأحداث التي جرت في دير الزور. تركت كل الأزمة على كاهل قوات سوريا الديمقراطية وعلى الشيوخ الذين كان لهم أيادي بيضاء في صنع الاستقرار ووقف نزيف الدماء. أين تقف الأحزاب في الإدارة الذاتية والقوى الأخرى من هكذا مسائل تحدث بين فترة وثانية؟ هل هو مثلا شكل من أشكال التفويض والثقة بقوات سوريا الديمقراطية؟ هل هو مثلا عدم وصول من قبل الأحزاب كردية وأحزاب؟ الأستاذ صالح أشار أنه كان من الدعاية السوداء أنه منعونا كحزب أنه نشتغل في مناطق قصية قياسا للقامشلي، بعيدة عن القامشلي. فهل هي نفس المشكلة التي تواجه الاتحاد السورياني والأحزاب السوريانية الأخرى؟ المايك لو سمحت أستاذ جوزيف. بس نحن عم نختم فبدنا نكثف شوي النقاش لو سمحت أستاذ جوزيف، وافتح المايك بعد إذنك. المايك مسكر أستاذ جوزيف بعد إذنك. تمام. تمام. بالنسبة لسؤالك الأول عن الأحزاب ولماذا لم تكن فعالة يعني في هذه المرحلة، يعني السبب الرئيسي بالنسبة للأحزاب طبعا ما عدا حزب البيدي وحزب الاتحاد السرياني، هذول حزبين موجودين قبل الأزمة ومنظمين نفسهم ومنظمين جماهيرهم، لكن المجتمع كله كان غير مسموح أصلا إنشاء الأحزاب، والأحزاب اللي كانت موجودة قديما كان تم تدميرها سياسيا. فالمجتمع لم يكن فيه أحزاب بالأصل قبل الأزمة.
إلا بعض أحزاب الجبهة الوطنية، وكانت أحزاب بالجزيرة بالأصل شكلية يعني عائلية كانت. ولذلك بعد الأزمة أصبح من جديد يتم تأسيس الأحزاب من جديد. هذه الأحزاب ما زالت في طور التأسيس، وبعضها الإيديولوجيا تبعها تبحث عن إيديولوجيا، تبحث عن تنظيم، تبحث يعني ليست أحزاب في طور التنظيم ما زالت. ولذلك نستطيع أن نقول عنها أحزاب ما زالت ضعيفة تنظيميا، وضعيفة من ناحية إيديولوجيا، ومن ناحية الأهداف التي ترمي إليها. هذا سبب رئيسي من أنه هذه الأحزاب لم تصدر البيانات المطلوبة أو المواقف المطلوبة من الأحداث الموجودة، وليس لأنها مثلا غير راضية عن الإدارة الذاتية أو واقفة ضد الإدارة الذاتية. ليس هذا التفسير ليس تفسيرا صحيحا. أما بالنسبة لموضوع الإدارة الذاتية ومشاركتها بالإدارة الذاتية، فالأحزاب المؤسسة للإدارة الذاتية هي أحزاب يعني تصدر بياناتها ومتفاعلة مع الأحداث الصغيرة والكبيرة ومع الأخطاء ومعالجة الأخطاء. أما الأحزاب الأخرى التي دخلت حديثا وتدخل في الإدارة الذاتية يعني ما زال تفاعلها مع الأحداث ليس بالمستوى المطلوب. تمام أستاذ جوزيف، جزيل الشكر. يعني أنا اللي دفعني لهذا السؤال أستاذ جوزيف أنه شاهدنا مبادرات عشائرية قبلية من وجهاء وأعيان وشيوخ عشائر، وهذا الشيء محمود وإيجابي وجيد في لحظات يعيش فيها المجتمع تحت وطأة دعاية وتعبئة داخلية وخارجية مخيفة. هذا كان شيء يعني لماذا تقصر الأحزاب في هذا المنحى؟ وشكرا على إجابتك بطبيعة الحال. فيما تبقى من وقت في دقيقة واحدة شيخ رياض، هو يعني مثل ما بيقولوا هو سؤال المليون، يعني سؤال المليون دولار. إلى أين دير الزور؟ هذا سؤال يعني كبير، لكن يمكن تكثيفه في دقيقة واحدة لو سمحت، قبل ما نتوجه بنفس السؤال للأستاذ صالح مسلم. أبناء دير الزور الحقيقة كانوا ينشدون مزيد من التطلع إلى حاجاتهم. أنا سمعت شكاوى كثيرة، نقلت شكاوى كثيرة عبر الرئاسة المشتركة في مجلس سوريا الديمقراطية، وبالتالي الاستجابة ضعيفة وبطيئة، وهذا الأمر يحتاج منا إذا انتبهنا إليه سوف تحل كل المشكلات، لأن أساس الهبة هي جزء منها اقتصادي وجزء منها متأثر بالدعايات الإعلامية. الدعايات الإعلامية يمكن أن تموت إذا أطعمنا الناس، إذا قمنا بنوع من التنمية الاقتصادية لإشغالهم في أعمال حقيقية يستفيدوا منها. أما إذا بقيت الحال على ما هو عليه أعتقد يمكن أن يستثمر في ذلك الكثير. هذه هي النقطة الأساسية. جزيل الشكر شيخ رياض. أستاذ صالح كمان نفس السؤال، اللي هو سؤال يعني يحتاج إلى شرح طويل، لكن نعتمد على آليات التكثيف عندك. نعم، أعتقد أن دير الزور ستجد يعني تغييرا جذريا. يعني هؤلاء الذين كانوا يتحكمون برقاب الشعب ويعملون على التهريب على كذا، مثال بسيط، هذه العصابة التي كانت يتحكم بها طبعا أحمد الخبيل أبو خولة وما إلى ذلك، كانوا يقومون بتجارة المازوت إلى مناطق الأخرى، وحدثت اشتباكات كثيرة بينهم وبين قوات الأسايش أو من غير العصابات ولم يمنعوا. ولكن منذ فترة الآن توفر المازوت وبدأ يذهب منه إلى المناطق الأخرى، المناطق التي لديها حاجة. يعني كانت دير الزور بمثابة بالوعة مازوت التي تصرف كل شيء ولا تذهب إلى المناطق الأخرى. الآن هذه الأمور تغيرت لأن هذه العصابة لم تعد موجودة، ولهذا أعتقد أن شعب دير الزور يعني هذه النواقص التي كانت ناجمة عن هؤلاء العناصر الذين كانوا
يتحكمون في كل شيء. وكما أشرت حتى كانوا يمنعون علينا التواصل مع الناس لأجل تسييس المجتمع السياسي. هؤلاء الآن لن يكون هناك عقبات بهذا الطريق، وخاصة أهل الدير الزور الذين نحن نثق طبعا بشيوخهم وبسراتهم. هؤلاء عندما يجلسون ويقررون، هؤلاء هذا ما نريده نحن. يعني نحن نريد، يعني بعضهم يقول أن حزب الاتحاد الديمقراطي هو حزب الحاكم. نحن لسنا حزب حاكم، نحن حزب قائد، صح، نقود ونعطي الأفكار ونساعد الشعب، ولكن السلطة يجب أن تكون بإيد الشعب. عندما نقول بإيد الشعب يعني أن تكون هناك مجالس محلية، مجالس قرية، مجالس بالمناطق، مجالس بالمحافظات، مجالس المقاطعة، هؤلاء الذين يتحكمون. الآن العامل العسكري الذي كان سابقا موجودا كان يمنع هذه الأمور، وأعتقد أن الأمور ستدخل مجراها الطبيعي والجميع سيشعر بالفرق. كما قال الشيخ رياض أن ما بعد الأزمة لن يكون كما قال، ولن تتكرر الأخطاء مهما كانت، سواء من قوات سوريا الديمقراطية أو من الإدارة الذاتية الديمقراطية. هذه عبرة سيتخذون منها دروس والعبر، وأعتقد الأمور ستتوجه نحو الأفضل. جزيل الشكر أستاذ صالح. في نهاية الحوار أتوجه بالشكر للشيخ رياض درار الرئيس المشارك لمجلس سوريا الديمقراطية، الأستاذ صالح مسلم الرئيس المشارك لحزب الاتحاد الديمقراطي، والأستاذ جوزيف لحدو عن الاتحاد السورياني. جزيل الشكر لمتابعي المركز الكردي للدراسات، وليلة سعيدة. شكرا لكم جميعا.